نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن مما لا شك فيه أن الله تبارك وتعالى قال: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والله جل وعلا يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله جل وعلا يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله تبارك وتعالى يقول: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالله جل وعلا يقول: ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فلذلك الإنسان المسلم سنياني دون تلاتما عنده قرآن كسيتنا الله قد آياته قول قرآن راتا من النديا حتى للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإنه لذكر لك، أي للنبي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن ذكر لك وموعظة ولقومك كذلك وسوف تسألون عن هذا القرآن. لذلك قلت نبي دماتي عليه الصلاة والسلام إفيتون إكنيك بشغامي قرآن بتيفي نوا تقريب الله ورسول ربا بكتين بكسيتون عليه الصلاة والسلام. فلذلك أنا ولينا ديتونا وقفات الله يشوكت فراتي قرآن بديدة آشو آدم هو أتفارين ونا آيات هو أتفارين الله قرآن بديدة في 3 آيات وفي سور مختلفة. الله تبارك وتعالى حديدة صنفا ودي عاشو هو أتفارين مهم ترى عالم ودي دين سمي تليزو ترى مسلم مسكين خير دايفه بيسي كلي بهاي عاشق وتفارنا. ترى موحد عالم كتير جاهل كتير الله يفضل كانت هي هو أول واحد الله تبارك وتعالى قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الله تعالى رتب: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنكم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يسركنا ودي يدين الدرهم ينبيهم إتالس هو هديدا أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. قول هاري تماتي ودارم كي بانتا إدين سيمي تمات دين باقي نشغاسي ديدا وده موجود اليوم ودوي يعني دين باقي المسلمين أي خير هارو النبي تاريخ هارو عليه الصلاة والسلام دين باقي نشغاسي دين التراوتين شبهات داينا النبي دياب بيكاينا دياب عليه الصلاة والسلام شغاما بيكاينا شغاما بديتين
المسلمين أي خير هارو أي خير ساقي. لذلك إنما عليه الصلاة والسلام أنبرت أمتي ودنهم كلها. وكذلك الله تبارك وتعالى وراني بو هديدا أشوكو تفريد تفراتي هديدا أنبرت دين سمي وداي تالي سيدا أشوك الله بالناس الله السلام والعافية. يعني ممكن وتكرا هديدي بنت ديانتي كيفو إكتي وشرك توسل عندي تبدأ سنة عندي وشرك توحيد عندي كيف يوزد دليلين. لكن ما توبي أكيد ده يعرف هذا في سكرات الموت. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام التوحيد وآخر وهي يعني النبي عليه الصلاة والسلام موسى ده يفي سواء كانوا من اليهود والنصارى أو مسيلمة الكذاب. إنما أنا النبي عليه الصلاة والسلام يدي رسالة هيا بينهم مسيلمة الكذاب أنا النبي نسأل الله السلامة والعافية. أنا كمان دي قلت هلا أنا دي قلت أديف نسأل الله السلامة والعافية. أدين أنا دي قلت نبي تديتي يعني نبي شغامة بيكان عليه الصلاة والسلام وصحابة شغامة بيكانين شغامة ندي عليه مربرو دايتك أولي جديد دايتك كتير نبي كحسن عليه الصلاة والسلام نبي شغامة بيكان دبالي سنايا نقول دايتك صالح ولي كتير كاي أي أمر عندك الميزان القرآن والسنة عبادة فاهمة نبي بدما عليه الصلاة والسلام الصحابة بدما التابعين بدما أي عبادة والقرآن البتاعي نبي شغامة بيكان عليه الصلاة والسلام الصحابة شغامة بيكان با شغامة لأنه راتما كذب شغامتيه راتمتني أنا أشاري شغامة وأنا دليل شغامة ونسأل الله السلامة والعافية. فلذلك الله تبارك وتعالى قال ومن أظلم أي لا أحد أظلم فوق هذه الأرض ممن يفتري الكذب على الله. الله أمرك تكوين بحر أنا دياب باكاين سيسيوني وتكي الله دياب بيكاين ودا سيسيوني لديه والله دياب كثير ودا ودي سبلا كثير لديه نسأل الله السلامة والعافية. مثال الله تبارك وتعالى قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الله هو التكسين أني خلاص بني آدم وبر كي عندي مغايب ريني أشات ريت مسافر الله وبر أني وجين أني لا يا ولي وبر هي ده الافتراء على الله الكذب. هم بارك الافتراء على الله الله ده بيكاد تقول تزيودين الله وبر أني وجين أني ولا هي نتدير الله كان كتب نسأل الله السلامة والعافية وإن كان تدعي الإسلام. فلذلك ربنا تبارك وتعالى يقول آية بيناتك ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله الله تنبت آية قال واضح أنا قال أكتيتونا وتقال استلين أنا بكتيتونا وإذا إرسن أنا بكتيتونا يعني داسين أنا بكتيتون أتاين وتتنقال ذلك متى ألم ترى أن الله يزجي سحاب يعني آبار فرقان قالك من عناية في خلال ثواني أو دقائق الله قال من الجنة إيرا باكي مرارنا هذا الراجي كثيرا قال من دار بعد دقائق الله أبره تكسي الله أبره نشانا برو شقامين عليه أبره إناني بنديو لا يولي أبره إني عليه نسأل الله السلام والعافية دير ذاته إن بعد بروي بأقارنه شو كيف دارن قلبان. فلذلك ربنا قال ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو قال أوحي إلي يعني زي المولد ده مثال المولد قلت المولد إنام شغامة عليه الصلاة والسلام تندك كيكي الصحابة شغامة بكيكي التابعين شغامة بكيكي أصحاب المذاهب الأربعة الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل عليهم رحمة الله شغامة أري شغامة نديا كيكي ليه ويا يشيخون هيا تقل يا هيا أبو قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وأمرني أن أصنف مولدا. شوف الكذب والافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام ده ذات الكذب. الله عندك يعني القول على الله الله جاب كاتون
الله تبارك وتعالى قال إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. يعني في الدنيا دي ممكن يتمتع بالأولاد والرزق والجاه والسلطة وغير ذلك من متاع الدنيا، لكن قليل بعتوبي بعد عاشوا قوت فريدك ولهم عذاب أليم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سنيان يمولد شغامك كي إذا كان النبي شغامك بيك عليه الصلاة والسلام الصحابة إذا شغامنا دي بيك دي ما عبادة ديتي الله أعترف ديتي هو أتبم تيك هو قلبم تيك هو أتبم تيك تنادي يجي روي كتبه ليه؟ لأنه النبي شغامك كي عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي. بيقول الله يبسيه دي ترى أو صوت النبي عليه الصلاة والسلام ما نشجع عنه ما نشجع وكل شجع ما بكثير كتير لأنه دليل هاي بلينا أو صوت التون الله النبي يعني دين أفضل من الصحابة ولا أفضل من التابعين ولا أفضل من أصحاب المذاهب الأربعة كيف لكن ده كذب وافتراء على الله وافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك ربنا قال ومن قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله قول الله تكسيان نايتان الناتج دير ممكن ما يقدر يقول لكن شرك هاي تقول الله أوراني بديدا شرك يجي انت كيف تجنة دا حرام الله دا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار أي وما للمشركين من أنصار ينصرون من عذاب الله أو يدفعون عنهم عذاب الله تبارك وتعالى. فلذلك الله شرك كنا يعني هذا شرك يا أنت معناته تدار القرآن تكذب القرآن. فلذلك قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله الشاهد وين ولو ترى وده تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وتسلية للذي يسلك طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا قال ولو ترى أمبرئ هديد الله ده بيكاد تون وديك شغاسي النبي شغام بيكاد وديك شغاسي النبي عليه الصلاة والسلام ده بيكاد يسيسيودي إندا شوك بداين وراب ديكتيك الله تبارك وتعالى. ولو ترى إذ الظالمون أي المشركون الذين يجعلون أنداد مع الله يا الله يديناك يا وشكناك مرشوك دانو قلبا من نسأل الله السلام والعافية الله وراني الدعاء هاي هذا كي ولو ترى إذ الظالمون في غمرات أي في سكرات الموت في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم. البسط هو الضرب الملائكة على العلم قال البسط هو الضرب مفسرين يعني الملائكة يتبين يعني شوك بداية نسأل الله السلام والعافية وأشوك بشر بلاد يتعب أشوك كل بلاد تتكرين. لذلك الله يعني موالي بكتينك ترجبيات بكتينك كليني تشغامين بكتينك دبا أنقادين الهديدين هم وشي كدرامين قبل ذاتي هو شوك ذاتي هو يوم القيامة بدرامين وقديتي أرب دارين الشيخ ذاته الله جاب بيكاد رسول جاب بيكاد عليه الصلاة والسلام ودي باشا قاسي جيجا بكتير أشوف وكنا قرامين من الله براو يدع خليك يعني يحضرك أنت أو يدفع عنك أنت الدر. ولذلك ربنا قال والملائكة باسط أيديهم بعد يقول لهم شنو أخرجوا أنفسكم اليوم. لذلك وتكشوك دايهم سناني كما لا يخفى عليكم أقرب الناس له هاي شمسي لأنه تحصل حاجات كثيرة أشياء كثيرة قد هو يدكاتينا إذا داول كم هاي شمسي شوك دايهم ليه؟ لأنه عرب ومعاصي وشرك وبدعات هاي وليك جيجا بكتك عاشق قلم الله النوراني والملائكة باسط أيديهم قال تتوزع يعني الروح في الجسد فتعب الخروج عاشوك أكره الكفلة أخرجوا أنفسكم قول مسلم في سكنة خارجا هنا في الدنيا أنا خارجان وكنا إذا كنت في هم وغم فنادني ودي تتكوس إيجا. لكن ربنا يقول لهم خارجوا أنفسكم اليوم أمسهم بيه أمسي بس هم في سكنة فلا خليك الناس الوراء ولا تحضر يعني حيرانك ولا زول قريب لك الليلة خارج رقبتك منا ملائكة
أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، يعني تهانون غاية الإهانة، حقارات عذاب الزل، تجزون عذاب الهون. السبب شيء ليه أشوف بشر بيننا ليه قلب مني ليه ملائكة يتمن؟ ربنا ذكر بما كنتم تقولون على الله غير الحق، بس ده السبب. الله يبي كاي شباستي ندودي أتناتي دا أشوفك نقلب من أشوفك كيف بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. عندي سنان أقولكم الآيات دي أنت ذاتك يعني أنت يولي أخلق جوك ورواك بسيط الكلام الكثير ده أوكنا وخلقا هو ذاته خلق منه أوجد منه من العدم. الأولياء دي لو فرضنا إنه يخلقوا ولهنا إيكنا وخلقا أو لو سام الأنبياء منه أوجدهم. الأقوام التي كانت من قبلنا من الذي أوجدهم؟ الله. ربنا يقول الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ قل شان برو أبتانة وجكتين الشغامين الله أخلقينه أرزقينه ملا إيدينه ملا شدنتيتك نحاسبينك من الله هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. تنتين باتكستير كان يحكي ملا يا أنا تنديت تونا دي مصيبة كبيرة سنة. فلذلك الله تبارك وتعالى قال بما كنتم تقولون على الله غير الله وكنتم عن آياته تستكبرون. آيات الله القرآنية وآيات الله الكونية واضحة إنه التوحيد وخير يعني ذلك الرئيسين ويسترين الله وكل كتيرتون جواليك استرين وكل كتيرتون. الآيات الكونية توضح ذلك والآيات القرآنية الله أنا وليك القرآن وقال ربكم ادعوني استجب لكم أنا وليك أنا بمسيبك ندعونا بلد إن الذين تدعون من دون الله ربنا قال إن الذين يستكبرون عن عبادته ناتويت وليكتير أنت مستكبر عن عبادة الله. ترى الله وإنانا وأنا أدنت الليل معناته الله كنا كامل يا نسأل الله السلام والعافية. ده استكبار عن آيات الله الكونية والقرآنية. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ سؤال ده من النبي عليه الصلاة والسلام للمشركين. تتهنا تيوى اليكتين اللات والعزة هبل دير كلها تتهنا تيوى اليكتين قول الله خير دي أبكي لنا تكتيك هبلك مال ولد جاء أي حاجة الله دي أمكينا تيب اللي خير فدن تيب يترنا إن أرادني الله برحمة هل هن ممسكات رحمته أو أرادني بضر هل هن ممسكات ضر؟ الله شر ومرض ونات وليه كينا تكتيك فدن تيب يترنا مشركين قال بدلوا تا شيكان شغامين أو قبربا بكسي تبالا بداية الوتين دي أكيد الليل من يعني اليوم من يدعي الإسلام وممن ينتسب إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلام زي ده. قال شنو النبي عليه الصلاة والسلام تتير بتتعرض نبي كائنة تكتير قل حسبي الله الله وكنا بيني. لذلك إنما ريتيه إنما أماتي تهيك عليه الصلاة والسلام قل الله وكنا لهذا داستين وكنا وليكتنا بس أنسان سنة بقى أكيد يدون دا يدون قد أكيد بس قل الله لهذا داستين الله يفضل كان الله وليك الله ودرس وبكده أنت تنال رحمة الله تنال مغفرة الله تعكس في هذه الدنيا قبل الآخرة. فلذلك تجد المشرك دائما في ذل وهوان نسأل الله السلامة والعافية. الله يبنات وليكين تكساك الشباب تارك كتب توالي برسولهم ديما راسا وديما نقام نسأل الله السلامة والعافية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث وجعل الذل والصغار على من خالف عنه. أي أحد من أبعاد الخالفيات قلت دنياتي بالرئيس قبل الآخر. لذلك إنما نقول حسبتنا بتوحيد الله وبعظمة الله وبتجليل الله تبارك وتعالى. من لم يرفع رأسه بهذا التوحيد يذل إلى غير الله تبارك وتعالى. فلذلك ربنا قال بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ربنا قال ولقد جئتمونا فرادا أكنايك أكايتام لأنه
وشك يوم القيامة هدرامين ده كلام هم مسجل هلا إيه الله كنعنا قال هيك ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة قول ديتيو إلهي إفراوك نايد نبيل قال أكيد هايتنا برك لا شيخ لا قبيلة لا عمدة لا هنا بركتني النبي عليه الصلاة والسلام قال كساق الله قابل تيرك الله يقول منادك تكتنا بها تسأل عن أعمالك قلت نياتي بشغالك تكتينا كراتمتين من خير وشر ربنا قال فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أي حاجة صغيرة وكبيرة داينا دس لك شغالك تكتيك مرة في حسنات ما قلنا اتشاركت بها هاي بار شغال بتوناتي ده مثل الله الزبير بكي الزباون يعني الناس الله السلام والعافية ده استقعاد يعني قلت ما تتدبلوتي الله حاسبين بحاسبوني زي الربا زي أكل أموال الناس باسم الدين الله نمدر واحد منهم يقول يعني إيه شيكات متيوني بيجرش الله ده حاسبه كل الدين ده بحاسبه تمتي حاسبه كل قد أنا حاسبه كل الدين بس عشان ده الهروش بتاعت المساكين دي بعد ده الله يتوهب والله يتزمع والله يفضل ده كهدي بيانا الله عاشوك بداية مبارك الله بمين نسأل الله السلام والعافية والصفة الثاني